أهلا بكم في آخر مجلس حكومي يعقد في السنة التي نتهيأ لتوديعها. توقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عند طبيعة الملفات التي أدارتها الحكومة في سنة يراها عزيز أخنوش بأنها لم تكن سهلة، بل سنة مليئة بالتحديات. والتحديات يضيف رئيس الحكومة واجهتها الحكومة بإصلاحات هيكلية ركزت دعائم الدولة الاجتماعية. نستمع إلى رئيس الحكومة عند بداية المجلس الحكومي. سنة 2022 لم تكن سنة يسيرة، كانت سنة مليئة بالتحديات التي واجهناها بكل ثقة وبروح المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021. وكانت سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية، وبالرغم من الإكراهات التي فرضتها الظرفية المرتبطة أساسا بآثار الأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية وقلة التساقطات المطرية، وبفضل التوجهات الملكية السامية والرغبة القوية للحكومة ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، نجحنا في مواجهة مخلفات الأزمة وفي الحفاظ على جو الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين. ويظل العنوان البارز لهذه السنة هو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، حيث أن الحكومة نجحت ولله الحمد في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية كيفما كيطمح ليه سيدنا الله ينصوف في احترام للأجندة الملكية. وبحنا رهان بفضل تضافر الجهود، وبدأ أثر نجاح هذا المشروع الكبير كيبان لفائدة كل المغاربة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية. هذه السنة كذلك توصلنا لاتفاق تاريخي مع الشركاء الاجتماعيين تم من خلاله تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام. وأسسنا في جو منطقة لحوار اجتماعي مبني على مرتكزات كتضمن مأسسة السنة الاجتماعية والتكوين المستمر ووضع الحلول على المستوى الجهوي والإقليمي. وبطبيعة الحال ونحن على مشارف نهاية سنة 2022 لا بد من الإشادة والتنويه بعمل الحكومة والبرلمان لإخراج القانون الإطار للصحة والقانون الإطار المتعلق بالاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الخاص وخلق مناصب الشغل. يتعافى تدريجيا من تبعات الجائحة القطاع السياحي. اليوم فنادق مراكش تستقبل ضيوفا سيودعون سنة 2022 في المدينة الحمراء. آلاف الحجوزات لقضاء عطلة رأس السنة. مشاهير من الفن السابع من عالم الرياضة فضلا عن سياسيين وشخصيات كبرى في مراكش. احتفالية رأس السنة مراكش تستعد. معك الحسن هبان. بعد عامين من الركود أصبحت السياحة أسرع القطاعات نموا في مدينة مراكش. إقبال ملحوظ على وجهة مراكش السياحية، خاصة ونحن على أعتاب احتفالات نهاية رأس السنة الميلادية، ما يزيد تفاؤل المهنيين. الأجواء رائعة ومشمسة هنا. الناس مضياف لم يخب ظننا بمراكش. سنة سعيدة لجميع المغاربة، تدخل إن شاء الله بالصحة والسلامة. كيف تشوفوا الحمد لله كاينة واحد الحركية في ساحة جمال فنا. المنتخب الوطني المغربي صراحة الله عاون بزاف بالنسبة للسياحة. الناس بزاف تيقولوا غادي يجيو المغرب يشوفوا المغرب كيفاش جاي عاوتاني، وطبيعة الحال المغرب راه هو في تقدم عالي. آخر لمسات على هذه المنصة العملاقة وسط ساحة جمع الفناء التي سيعتريها الفنان العالمي ميتخ جيمس وعدد من الفنانين الآخرين ضمن نسخة جديدة من حفل الفنانون في الساحة. اليوم كتحضروا معنا الحفل الموسيقي الضخم ديال ستارز ان ذا بليس، وهو حفل كنقدموه بشراكه مع لارتيست جيمز اللي اختارت المدينه العريقه اللي هي مدينه مراكش نحتفلوا بها في راس السنه عن طريق حفل كبير وتاريخي واللي كنعرضوا عليه على بزاف ديال لي زارتيست اللي كيجيو غراتويتمون يعني بالمجان، وذلك لاستقطاب العديد من السياح. فقط أرقام الموسم السياحي الأخير في مدينة مراكش بعد توقف بسبب وباء كورونا كل التقديرات. السياحة الداخلية كذلك تجاوزت مؤشراتها 30% لتصل إلى 50% هذا العام، وتواصل المؤشرات منحاها الإيجابي خلال فترة العطلة نهاية هذه السنة. والمؤشرات الإيجابية تمتد أيضا إلى مدن سياحية أخرى. اليوم منسوب الحجوزات يرتفع في احتفالية رأس السنة، والشهادات استقيناها من مدينتي الصويرة وأكادير. مهنيون تحدثوا للزملاء في المكتبين معا بالإضافة إلى ضيوف الصويرة وأكادير. هذه السنة بالتأكيد ستكون مختلفة بعد سنة